في ال5 سنين اللي فاتوا استخدام المنشطات والهرمونات زاد بشكل ملحوظ في العالم كله. أكتر من 1,000,000 شاب صغير بيستخدموا الحاجات دي، وأكيد ده مش صح. ازيك يا جدعان؟ أنا اسمي يوسف وعندي 20 سنة، وعندي مشكلة صغيرة كده زي معظم الناس اللي في سني، وهي إن أنا مدمن جيم. في آخر سنتين أنا حرفيا بتمرن 5 و6 أيام في الأسبوع عشان أحاول أضخم وأزيد قوة وعضل، وكل سنة بتعدي عليا بيجيلي إحباط أكتر وأكتر من السنة اللي قبليها عشان شكل جسمي، ودي مشكلة ما أقدرش أتحكم فيها. عارفين ليه؟ عشان إحنا عايشين في زمن السوشيال ميديا. يعني أنا واحد من الناس تقريبا كل يوم بقعد أقلب في التليفون بالساعات وبشوف محتوى ناس أجسامها مش طبيعية، ناس أجسامها فظيعة، وكل يوم بقف عند الصور دي ببدأ أقارن جسمي بأجسامهم، وعشان كده بيجيلي إحباط. وانا متاكد اني مش لوحدي اللي بيعمل كده، في شباب كتير نفسهم يبقوا شبه الناس اللي احنا بنشوفهم في السوشيال ميديا دي، وده بيخليهم يستخدموا المنشطات والهرمونات. المنشطات بدأ استخدامها يزيد اكتر واكتر بين الشباب الصغير، متوسط الاعمار بقى من 20 ل 24 سنه. انت عارف ايه المشكله؟ ان معظم الشباب دي فاكرين ان المنشطات هي الحل عشان تزود عضل وتبقى شبه الناس اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا دي. بس هل انت تعرف اضرار المنشطات؟ خد عندك لون عينك ولون بشرتك هيتحول اصفر، شعرك هيقع، حبوب في جسمك كله مش هتعرف تتخلص منها، وده اللي بيحصل من بره بس، فما بالك اللي بيحصل من جوه. الحاجات دي ممكن تسبب فشل كلوي، أزمة قلبية، تليف للكبد، ضغط عالي، تصلب شرايين. وكل اللي أنا قلته ده ممكن ما يخوفكش، بس كل سنة عدد الوفيات بسبب المنشطات والهرمونات بيزيد. انت مش عارف جسمك هيستجيب للحاجات دي ازاي. راجع نفسك 1000 مرة لو انت عايز تستخدمها، واسأل نفسك هل هي تستحق؟